دي اعتبرها الطبلة بس. معلش، حقي ان انا اطبل النهارده، حقي. يوم سعيد النهارده، والله العظيم يوم جامد جدا جدا جدا. هاتريك عمر مرموش، تعثر ريال مدريد وتعثر اتلتيكو مدريد. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. انا لابس النضاره دي عشان ايه بقى؟ يوم ما بيجيش كل يوم خالص، يوم بيجي في السنه. الحاجات الحلويات اللي احنا بنشوفها النهارده. معلش بقى، عايز اتكلم النهارده على قصه بتوع الاحصائيات والتاكتكس. هما بيقولوا بقى ايه؟ جريليتش ودوكو والشباب الساعة دول، واصل بيفتح مساحات وبيلعب على الهاف سبيس والشورت سبيس والضحك سبيس. فطبعا الكلام ده على عيني وعلى راسي، خلي بالك. بس جه عمر مرموش عمل لهم كده بس. هاتريك بس. يعني ايه؟ خدوا كده يلا، وايه؟ بلا دوكو بلا جريليتش بلا القرف ده. ليه بقى؟ لان الكرة والله العظيم ثلاثة هي ابسط من كده. والله العظيم ثلاثة ابسط من كده. الراجل جاله ثلاث كور بثلاث تجوان، استغلهم. هي دي الكورة. جاك جريليتش من ساعة ما جه هو ودوكو جم مانشستر سيتي ولا جابوا حتى جولين على بعض. افتكر لي كده ان جريليتش ده هو ودوكو جابوا لك ايه؟ جولين. فكرني كده. جريليتش الماتش اللي فات قلت لك لما اتصاب ماتش حلو قدام ريال مدريد قبل ما يتصاب. حلو، قلت الكلام ده والله عشان مبقاش بس ايه بوشين. بس الفكره ان واحد ب 100 مليون ما يعملش اللي عمل عمر مرموش النهارده. هاتريك يا باشا، الصلاه على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. وكره ابسط من كده. فالهاتريك مع عمر مرموش. ونتكلم بقى جد شويه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعه؟ بخير وسعاده. بكم حسين من فوره من كام والهاتريك والفوره مع عمر مرموش. وانا والله العظيم كنت حاسس ان ممكن يجيب جول. لا، ده مش جاب جول واحد، جاب جولين. لا، ده جاب ثلاثه. عمر مرموش ابننا. انا بحس ان عمر مرموش هو اخويا عمر مرموش جاب هاتريك. انا بتكلم من ساعه ما راح مانشستر سيتي اخويا جاب هاتريك. ما بكلمش ان هو يعني لعيب مصر. لا 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 لا. عمر مرموش متعاطف بقى بنسبه مليون في الميه. ما اعرفش ليه، وما تقول لي ليه، اقول لك ما اعرفش والله. هو الواد السيزون ده اون فاير. راح مانشستر سيتي. طبعا المحنكين يقولوا لك اصل يعني شكله هيفشل مع السيتي. يا جدعان، اصلا السيتي واقع. انا كل مره اتكلم على مانشستر سيتي انا بيصعب عليا عمر مرموش في القصه دي، لان هو رايح على فرقه مهلهله ضايعه. السيزون ده بيتاخدوا من طوب الارض. فهو عمر مرموش لما يجي ينقذ الموسم هينقذه بمين؟ احسن واحد في منظومه السيتي هو جوارديولا، ثابت على المستوى، مفيش حد تاني. وسافينيو لو هو جوارديولا بيحب ان هو يخليه وينج رايت هو بيخليه بيبقى كويس. غير كده الفرقه كلها مش حلوه. اصلا بيغذي هالاند قبل ما يجي عمر مرموش. مفيش. كيفن دي بروين ضايع، برناردو سيلفا على الله، فودن ماتش و10 لا. الدفاع زي ما انت شايف في كل ماتش يخش فيه جوال كتيره فشخ، الا ماتش بتاع نيوكاسل يعني هم يكسبوا 4-0 ويطلعوا كلين شيت. فهي الفكره والله العظيم ثلاثه ان عمر مرموش الناس حكمت عليه بسرعه جدا. وانا كان عندي نسبه شك شويه في ناحيه ايه؟ ان ممكن عمر مرموش ما يبداش البدايه اللي كان بادئها مع فرانكفورت في اول السيزون. بس انا قلت فكرت فيها كده، طب يا جدعان هو جاي على ظروف صعبه ودوري صعب والريتم اعلى وكل حاجه فيه مختلفه عن الدوري الالماني. فهو دلوقتي ان عمر الفنكوش راي الكابتن اللي كل مره ما اعرفش هو كاره ليه كابتن عمر مرموش قوي كده. ما اعرفش يعني هو عمل له ايه في كارلو في دماغه. بيتكلم ان هو ما بيفيدش المنتخب، اصل مش عارف هيعمل ايه مع السيتي. جاب هاتريك النهارده. لا، وهاتريك مزيكا. واحد لوب، والجون التاني واخده على ايه من بتاع جندوجان كده هوبا على يمين الجون. والتالت يا معلم صباح الفل فولو اب زي ما قال الكتاب. هيعمل اكتر من كده ايه؟ فهو عمر مرموش النهارده يثبت اقدامه. هو ان شاء الله هيبقى على السيزون الجاي لو السيتي بس يعني فكر، او يعني جوارديولا بس دماغه تروق شويه، عمر مرموش هيبقى اون فاير السيزون الجاي. وكويس ان هو جه على نص السيزون عشان بس يتاقلم مع المنظومه دي. الراجل قالها النهارده في اللقاء الصحفي، قال لك انا النهارده انا جيت مانشستر سيتي يعني بمعنى الكلام. طبعا كلام على ابو تريكه عم الناس ان هو لبس رقم 22 عشان محمد ابو تريكه. فهو يوم جامد النهارده.
فعمر مرموش يقود مانشستر سيتي بالفوز على نيوكاسل 4-0. انا افتكرت ان نيوكاسل النهارده هيفشخ مانشستر سيتي خالص، لان نيوكاسل السيزون ده هم مرعبين جدا، معاهم ايزاك. اذا اصلا ارسنال وليفربول وبرشلونه دخلوا مع بعض عشان يجيبوا ايزاك، وايزاك هو من احسن مهاجمين في الدوري الانجليزي وبيلعب في نيوكاسل، فجاب 17 جول. فانت متخيل ان الرقم اللي عامله ايزاك مع نيوكاسل عامل ازاي؟ مرعب مرعب. لعبه النهارده ما كانش موفق، بس ايزاك مرعب. فانا افتكرت ان نيوكاسل النهارده مع ايدي هاو هيعملوا ماتش جامد على مانشستر سيتي، لان مانشستر سيتي اصلا لاي فريق بيلعب كوره هيكسبه. العكس النهارده ان مانشستر سيتي شويه بدا يلعب كوره كويسه شويه على الاقل. اي نعم هم برضه هم لسه ضايعين، السيزون يعتبر اتاكل منهم قدام ماتش ريال مدريد اللي هو كده كده ريال مدريد هيكسب. وطبعا حبيب قلبي ريال مدريد اتعادل واتلتيكو مدريد برضه. فان عمر مرموش يعني بيحاول ينقذ ما ينقذه السيزون ده مع مانشستر سيتي. بس على الماتش شويه بدا اللقاء مانشستر سيتي ماسك الكوره كالعاده. نيوكاسل الماتش ده ما كانش شايف قدامه، مش ده نيوكاسل بتاع الماتش اللي فاتت. ما كانش فيه فورمه خالص من اللعيبه، مش مدين المساحات. حتى النزعه الهجوميه بتاعتهم اللي هم اصلا متفوقين فيها او هم احسن في الحاله الهجوميه ما كانوش كويسين خالص. يعني اللعيبه كلها كانت اوت اوف داي زي ما بيقولوا. حتى جوردن، ايزاك، برونو جومارايش ما فيش خالص. الفرقه كانت ضايعه جدا. مانشستر سيتي استغل الفرصه دي. الجول الاولاني اللي جه في نيوكاسل بتاع عمر مرموش ابننا، ان الكره تيجي من ادرسون، يعني اسيست لعمر مرموش قدام الجول في وسط ان دفاع نيوكاسل ضايع كده، وعمر مرموش يعملها لوب. وبعديها يعني الجول بتاع مرموش الثاني جندوجان يعمل له الاسيست الجميل برضه، فياخدها على يمينه ويشوطها على طول، فيجي الجول الثاني والجول الثالث بعديها على طول. مع يعني تمريره حلوه من سافينيو، فعمر مرموش يعملها فولو اب ويجي الثالث. فثلاث تجوان في نص ساعه. نيوكاسل ما شافش قدامه. نيوكاسل احسن حاجه عملها في الماتش هي الكره بتاعت الشوط الثاني اللي صدها ايدرسون، نقله جميله جدا عملوها. جوردن يشوطها، ايدرسون يصدها. فهو نيوكاسل عموما كان مسهل الدنيا جدا على مانشستر سيتي. وماكاتي كمان جاب الجون الرابع. فهو الفكره ان مش عارف تتكلم على الماتش، انت عايز تتكلم على عمر مرموش، مش هتتكلم على جوارديولا، مش هتتكلم على لعيبه مانشستر سيتي الا مثلا جوارديولا اللي هو الفورمه العاليه، ان هو احسن واحد حاليا في السيزون ده هو جوارديولا مع مانشستر سيتي. هالاند طبعا انت عارف هالاند هو كان جامد فشخ في قصه ان هو الكوره مش معاه بيضغط جامد جدا، بيضغط جامد على لعيبه نيوكاسل، بيضغط على المدافعين، يضغط على الجول، ومفيش اي حاجات تكتيكيه عاليه جدا عملوها. هو الفكره ان مانشستر سيتي هو لعبه بتاع كل مره قصه الاستحواذ واللعب السريع. هو كان الفكره في مانشستر سيتي ايه؟ ان هو بياخد الكوره من هنا بيعمل ال1 2 التيكي تاكا بشكل بطيء ومستفز جدا. حصل في الماتش ده مختلف شويه ان مانشستر سيتي سرع الكوره شويه. في كذا كوره ضايقت فيها ان لازم تلعب لونج باص. عمر مرموش بيفتح لك فتلعب له لونج باص. لازم السوفت وير يتلاقي كل شويه تلعب الكوره 1 2 3. طب ما تغير الطريقه شويه وتلعب لونج باص على الشوط شويه، تلعب على الاوفرات شويه، مش كل مره تاخد الكوره عايز تخش بيها الجول. وفي ماتش معانا زي الماتش جاي بتاع ريال مدريد انت لازم تشوط كتير، انت لازم ترفع كتير، لان ريال مدريد وحش جدا. فانت عندك اوبشن في ماتش ريال مدريد اللي انت تشوط كتير وترفع، مش كل شويه الاستحواذ عندك. انت عندك كمان الارتداد في الدفاع سيء، حتى مع رجوع روبن دياز. وخوسانوف النهارده هو لعب كويس جميل، وصعب عليا في كوره برده. كل مره الواد ده بيجي له كوره بيصعب عليا، بس هو بدا ياخد الثقه شويه، طلع الكوره من رجله احسن من ماتش تشيلسي. اكيد هيبقى فيه اكيد ثقه. اعتقد ان هو هيلعب مكان اكانجي عشان اكانجي اتصاب. فهو عندك حتى مع رجوع روبن دياز الفرقه برده لسه مفككه في الناحيه الدفاعيه. فهو برده يعني هو ماتش معنوي عشان هتلاعب ريال مدريد الاسبوع الجاي. بالنسبه لعمر مرموش ومانشستر سيتي، نتكلم بقى على تعادل ريال مدريد وتعادل اتلتيكو مدريد من سيلتا فيجو واوساسونا، ونتكلم عن قصه الحكام. بص يا معلم، كله بيدوق من نفس الكاس، صباح الفل، كله بيدور على المصلحه، كله مش همه اي حاجه. في ماتش اوساسونا لما برشلونه اتفشخ 4-2 على ارض في الصدار، كان في جون بتاع باو فيكتور لما اتداس على رجله والهجمه اتكملت عادي، وجابوا منها الجون الثاني او الثالث مش فاكر ساعتها، كانوا كسبونا 4. كان يعني قمه الضحك. فهو كان في جون منهم الواد اتداس على رجل باو فيكتور، الكوره اتكملت عادي. دوق من نفس الكاس اللي احنا بندوق منه. فمش كل شويه ان ريال مدريد او جماهير ريال مدريد تطلع قصه بتاعت نيجريرا وقصه مش عارف بتاعت الحكام ان هو الدوري موجه لبرشلونه. موجه مين يا معلم؟
موجه مين يا معلم؟ هنا في كورتين لازم الحكم يرجع للفار والحكم ما رجعش للفار، فيهم شك انهم ضربه جزاء، وفي ان كامافينجا فوت برضه يطرد، وطبعا مستر بيلينجهام ان هو كل ماتش انا بحس القصه دي ان بيلينجهام بتاعنا كتير ولسانه طويل، والاتحاد الاسباني طلع ان هو فعلا شتم الحكم، قال له تبا لك. فكله بيعيش على حسب المصلحه الموجهه لمين. انا حاليا مبسوط ان ريال مدريد يتعادل، يكشكون بالحكام بره عني. انا عشان الماتش الجاي يعني ممكن مع راي فيكانو يحصل فضيحه، وبرده جماهير ريال مدريد حقهم كتحفيل يعني يقول لك ساحه اتضرب ورقم الشكاوي تحت. ما هو ماتش راي فيكانو اللي هو الهاند بول، الكوره بتاعت داني اولمو اللي حسبنا فيه 2-1 كان فيها ضربه جزاء ايه؟ ده ضربه جزاء ايه؟ دي فضيحه. ختافي كوندي الجون بتاع رئيس السداد، فكله بيدوق من نفس الكاس. فاكر ان بيريز لما يعني بقى ند بند قدام تيبس اللي انا ما بحبوش اصلا، تيبس ده حاسس ان هو بيغطي على الاداء بتاع ريال مدريد. فكرة اصلا ان ريال مدريد اداؤه سيء. ريال مدريد بقول لك كسب مانشستر سيتي، الفرقه الكبيره الوحيده اللي كسبها، لان اصلا مانشستر سيتي اصلا ضايع. هما بيلاعب فرقه منظمه، ريال مدريد بيبان على حقيقته. وبرضه في وجود الاصابات بتاعت المدافعين، وان كارلو انشيلوتي برضه يبقى في المطوشه دي ما عندوش حلول كتيره. ريال مدريد بدا الماتش ان فينيسيوس جونيور كان في الفورمه. فينيسيوس جونيور هو الماتش ده هو كان جامد جدا، ما خدش حقه بسبب القصه بتاعت الحكام، وان ريال مدريد ليه حق ان هو يعترض على الحكام. بس يا معلم دوق من نفس الكاس، ما فيش اي مشكله. فينيسيوس جونيور النهارده ضيع برضه فوز في الشوط الثاني والشوط الاولاني. الكره اللي اداله امبابي قدام الجول، وطبعا يعني فينيسيوس جونيور سبق الكوره وحطها في ايد الجول، والكره الثانيه اللي فشخ فيها الجبهه اليمين لوحده 1 2 3، وطبعا شاطها بطريقه وحشه جدا جت في راس رودريجو وكانت اوفسايد. بس هو لو كان ريال مدريد جاب جول واحد كان جماهير ريال مدريد يقول لك رغم الطرد ورغم شاف الحكام كل ده كان هيتنسي. مع اي فوز يا معلم لاي فريق والله لاحظها كده بينسوا اي حاجه، الفوز بينسي اي حاجه، اذا كان اداء اذا كان حكام اذا كان اي حاجه. ريال مدريد اتظلم، ريال مدريد كان ممكن يكسب الماتش ده. فهو يعني خلاصه الكلام ده كله ان كله بيدوق من نفس الكاس، ومصلحه عليا ان انا اركب الدوري يوم الاثنين. بس بقول لك ان الحكام السيزون ده اذا كان في الدوري الاسباني او الدوري الانجليزي في قصص حزينه. مايكل اوليفير اللي كان جماهير ليفربول بتشكر فيه دلوقتي بيسبوا يلعنوا فيه الماتش بتاع ليفربول وايفرتون بتاع ديربي الميرسي سايد، الكره الفاول على محمد صلاح وتردد بجول، دلوقتي بقى بيفشخوا الحكم، جماهير ارسنال كذلك. فهو عموما هو اصلا في اتنشنز كتيره جدا في الدوريين، فهو الحكام بيثيروا الجدل جدا. وانا ما اعرفش يعني هو ايه القصه دي شعلله بقى. بيحاولوا ينششوا الدنيا اكتر مع وجود التقنيات الكتيره دي والمتطوره دي. ده رايي الشخصي في قصه الحكام، كله بيدوق من نفس الكاس اذا كان ريال مدريد او برشلونه. نتكلم على اتلتيكو مدريد وتعادله مع سيلتا فيجو 1-1. وايجو اسباس انا حبيته جدا، عشقته جدا، بحبك جدا. انا بكره ايجو اسباس ده جدا جدا جدا، وهنعمل عقد طبعا لتير شتيجن. بس هو فعلا ايجو اسباس اول مره يعمل معانا خدمه، والله العظيم اول مره يعني افتكر ان ياجو اسباس عمل معانا خدمه. طبعا كل الدعم والتقدير لياجو اسباس. بس انا بتفرج على الماتش ان المفروض اصلا سيلتا فيجو يكسب الماتش ده، لان لما قبل ما يجيب الجون بتاع التعادل بتاع سارلوت ده من جيزه ضيع كوره اليكس موريبا اداله واحده بالكعب بيستلم في الستة يارده ولسه بتشوط. انت بتعمل ايه من جيزه ده ضايع شوطها على طول. كان بيلعب باك ليفت وماركوس الونسو كان بيلعب مدافع. وطبعا بعديها اتردد بجون التعادل، خيمينيز يرفع كوره عاليه جدا، سارلوت طبعا الواد المدافع بتاع سيلتا فيجو هو مش خاف منه، هو اترعب منه، هو الواد طويل طول بعرض، خد الكرة بس كده وشاطها بيمينه جول اول ما نزل. وكان بعديها ان سيلتا فيجو المفروض يكسب برضه، بعد ضيعوا كور اجلاسس ده الواد ده كل الدعم ليه. بص طول ما هي في مصلحتي يا معلم خلاص، انا بحب اجلاسس وبحب اسباس وبحب منجيزه واليكس موريبا، كل اللعيبه دي بحبها، لعيبه بنت كلب ما تسواش 3 جنيه بس بحبكم. طول ما هي في مصلحتي يا معلم، دايره على المصلحه، هي دايره على المصلحه حبيبي، هي كده دي الكوره يا باشا وده البيزنس. سيلتا فيجو ضيع حرفيا فوز في الواندا متروبوليتانو ان كان ممكن يكسب، وكل ده ان في مصلحه برشلونه، ان برشلونه كده كده لو كسب بالماتش الجاي خلاص هنتصدر بقى. فعموما هو يوم جميل، يوم عفيف، يوم ملوش مثيل، ومش هيجي تاني اكيد الا السنه الجايه لو عشنا ان عمر مرموش يهاتريك وريال مدريد واتلتيكو مدريد يضربوا في بعض ويتعادلوا، فبرشلونه يركب بقى. المفروض طبعا بعد كل ده لو احنا خسرنا وتعادلنا ليهم حق يطلعوا ميمز كلها علينا والله العظيم، بعد كل التحفيل والضحك والهزار والحكام وهوبا اللي يجي على طبق من ذهب قدامك مالكش حجه.
لازم تكسب كل الماتشات الجايه، وزي ما قلت ان الماتشات الجايه دي كلها ماتشات كاس. اسف يعني انا طولت عليكم، يعني كان عايز اتكلم في شويه نقط كده بالذات الحكام، وان برضه عمر مرموش في الهاتريك وتعادل اتلتيكو مدريد. فبس كده وصلت اخر الحلقه، يا ريت تعملوا لايك شير سبسكرايب، فعل زر الجرس. مع حسين نجم فروم من كام. السلام عليكم.